تخيل معايا كده انك تسوق عربيتك وانت سكران وكمان تعمل فعل فاضح في الشارع. لا مش هنظلمهم، هي كانت بتطمن على الفتيس. المهم في الحاله دي القانون مش بيهزر خالص. اولا السواقه تحت تاثير السكر او المخدرات، القانون المصري بيعتبرها جريمه مروريه خطيره ومش بس مخالفه. المادة 66 من قانون المرور بتقول ايه؟ ممنوع سواقة اي شيء وانت تحت تأثير خمر او مخدر. طيب العقوبة بتكون ايه؟ العقوبة بتكون سجن من 6 شهور لسنتين وغرامة من 1000 جنيه ل 3000 جنيه، وممكن كمان تسحب الرخصة سنة او اكتر حسب الحالة. ولو حصل حادث بسبب السكر او المخدر العقوبة بتزيد جدا وممكن توصل للحجز او السجن المشدد. ثانيا بقى ونيجي للمهم اللي هو الفعل الفاضح في الطريق العام، الفتيس. القانون هنا بيتجه للمادة 278 من قانون العقوبات. طيب المادة بتنص على ايه؟ المادة بتقول كل من ارتكب فعل فاضح مخل بالحياة في الطريق العام او مكان ظاهر يعاقب بالحبس من شهر لسنة او بغرامة. وده طبعا يشمل اي تصرف يخدش الحياء العام او يسيء للمجتمع، سواء حركة او فعل او حتى مشهد في العربية. لو الاغرب من كده ان هم من البجاحة ان هم نازلين يشتموا الشاب اللي بيصور بألفاظ مش كويسة ويكسروه في العربية، ودي بقى قضية تعدي. والتعدي ليه انواع. اول نوع وهو التعدي بالضرب او الايذاء، هو لو التعدي بسيط يعني بدون اصابات خطيرة العقوبة بتبقى حبس من 6 شهور ل3 سنين او غرامة حسب المادة 241. طيب لو التعدي ده نتج عنه اصابة خطيرة عاهة مستديمة او كسر العقوبة بتبقى من 3 سنين ل10 سنين. طب لو حصل تعدي جماعي او سبق الاصرار العقوبة هنا بتبقى اشد وممكن توصل للسجن المشدد. طيب الخلاصة يعني اللي بيسوق وهو سكران ويتصرف تصرفات غير لائقة في الطريق العام بيتاخد قضيتين في بعض، واحدة مرور والتانية فعل فاضح، والنتيجة سجن وغرامة وسحب رخصة، وممكن يبقى عنده سابقة جنائية كمان. القانون هنا واضح جدا، الطريق العام مش مكان للمزاج. روحوا اتداروا يا جماعة. اعمل لايك وشير عشان الناس تفهم هي بتعمل ايه. سلام.